اوعى تشتري الدمية دي، لان اللي هقولهولك دلوقتي حرفيا هيصدمك. حكايتنا بتبدأ في مكان بعيد، وبالتحديد في العراق القديمة، او زي ما كانوا بيسموها بلاد ما بين النهرين. فتخيل اننا رجعنا بالزمن ودخلنا منطقة ريفية ناسها بسيطة، فلاحين عايشين يومهم ببساطة. ولكن مع حلول الليل بدأ يتحول كل حاجة. صوت الرياح اتغير والأرض بدأت تتهز. فجأة بيظهر شيطان عنده أجنحة ووشه دايما بيضحك وعيونه واسعة وليه ديل شبه ديل العقرب، وكان بيهاجم الناس والحقول. وأنا وأنت جرينا من الرعب ودخلنا بيت واحد من أهل القرية، وفي رعب سألناه إيه ده؟ فرد علينا بهدوء وقال ده بازوزو، شيطان بيجي مع الرياح الجنوبية الغربية وبيفسد كل شيء هو بيلمسه. فكفاية كده وتعالى نسيب الشرق الأوسط ونروح غرب أفريقيا. ولقينا نفسنا في أوضة ضلمة، أو يعني إضاءتها خافتة، وكل مكان مليان جماجم وعظم، وفي النص كان قاعد ساحر، وقدامه شخص باين عليه إن هو مش متزن أو تعبان، مش في عقله. والساحر كان ماسك دمية في إيده، وكل ما يحرك إيد الدمية الشخص التاني يصرخ ويتقلب. وده مش خيال، ده سحر الفوضى، وممكن تقول عليه أداة للسيطرة، أداة للأذى، أداة للشر، سميه زي ما انت عايز. نرجع بقى شوية لمكاننا ونسأل سؤال: هل لابوبو هو نفسه بازوزو إله الشر والدمار أو شيطان الشر والدمار؟ هل الدمية اللي بتضحك الأطفال هي نفسها الشيطان اللي جاي من بعيد وجاي معاه لعنة؟ هل انتشار لابوبو أصلا كان مقصود، ولا هو سحر بوش جديد؟ طبعا انتوا عارفين ان انا مؤمن ان الشيطان موجود على السوشيال ميديا، وده اللي حكيناه في فيديو هل الشيطان يصنع ترند، هسيبه لكم في الكومنتات او في فيديوهات ذات الصلة لو انت على اليوتيوب. فهل فعلا هو مدسوس لينا والشيطان اللي دسه لينا؟ والغريب اصلا ان من بعد لابوبو ما انتشر في ناس بدأت تقول كلام غريب، اللي يقولك ابن بيصحى من نومه على جسمه جروح غريبة وخدوش، واللي يقولك بنتي بقت بتقعد لوحدها ومنعزلة جدا وبدأت تكلم حد مش موجود أصلا، وفي ناس كتير حاسة إن في طاقة سلبية موجودة حواليها. ولو فاكر إن ده خيال استنى هقولك الأغرب. فلابوبو أصلا كان ظاهر في كرتون عائلة سيمبسون، واللي معروف عن الكرتون ده إن معظم اللي بيتقال فيه بيحصل في المستقبل، وكان ظاهر في المسلسل على شكل لعبة شيطانية مسكونة من شيطان. دلوقتي قول لي انت بقى، هل لابوبو دمية ولا بوابة للشر؟ هل هي ترند ولا خطة؟ هل فعلا الشيطان قدر يزرع حاجة في بيوتنا واحنا اللي رحبنا بيها؟ اكتب لي رأيك، وما تنساش مش كل اللي بيضحك بيكون لطيف. ما تنساش برضه انك كنت عايز تعمل لايك وتكتب كومنت وتعمل اشتراك، وسلام.